ويلكم يا شباب، انا مريم اولى ساينس باي تكنولوجي. في الفيديو ده هقول لكم ازاي كنت بذاكر انجليزي في ثانويه عامه وازاي نقصت درجه واحده بس فيه في امتحان اخر السنه، وبرضه هقول لكم على السبب اللي خلاني انقص الدرجه دي في امتحان اخر السنه. اول حاجه لازم نكون عارفين ان الانجليش مش هنلمه في ساعتين جد وكوبايه شاي، لا هو منهج كبير وعايز مذاكره ومراجعه باستمرار وهكذا. الانجليش بالنسبه لي في ثانويه عامه كنت مقسماه ل4 اجزاء، ولازم انت كمان تقسمه ل4 اجزاء بعد الفيديو ده. اول حاجه جزء الكلمات، وده يعتبر 70% من الامتحان بيكون كلمات. تاني جزء هو الجرامر عامل مشكله كبيره جدا لمعظم طلاب ثانويه عامه، عشان حرفيا الجرامر لا بيتحفظ ولا بيتفهم. تالت حاجه وهي القصه حرفيا تتلم في ساعتين جد وكوبايه شاي، وطبعا اللي قدر يلمها لي مستر كده اقوله لكم في اخر الفيديو. حرفيا كان منزل فيديوهات للقصه، خلاص انا اصلا يعني حفظت القصه كلمه كلمه من اول بيب لغايه ما البيت ضربته في اخر القصه. هي ما ضربتوش بس انا بقلب. رابع جزء هو القطعة حرفيا عليها درجات كتيرة في الامتحان وبيجي لك قطعتين، فاللي هو امر مش هين، فاقول لكم برضو تعملوا ايه فيها. اول جزء معانا وهو الكلمات، ازاي احفظ الكلمات وما انساهاش، ازاي اروح الامتحان عندي حصيلة كلمات كبيرة جدا. الحاجات دي اقولها لك في الفيديو. اول حاجة ازاي اعرف احفظ الكلمات وما انساهاش. اول حاجة اعرف الكلمة وافهم معناها، يعني مثلا ما تحفظش الكلمة وخلاص كده مرور الكرام عشان تروح تكتبها في الامتحان او لو جيت لك وخلاص. تاني حاجة قسم الكلمة لمقاطع عشان تعرف تنطقها وتكتبها. يعني مثلا كان في الابتدائي تقريبا ده اكتر حاجة معلقة معايا كانت كلمة ريستورانت مطعم، كنت مقسماها لمقطعين، ريست ورن. كان ريست اللي هي استراحة، ورن يجري، وحرف التي كنت بكتبه كده اضافة وخلاص، كنت حافظاها اساس كده. تالت حاجة اكتب الكلمة والمثال بإيدك، يعني مثلا كلمة زي بلاي مثلا افضل كررها كتير جدا في الكراسة. انا حرفيا كنت بمسك صفحة واحدة اكتب فيها الكلمة لحد ما احفظها كده زي الاطفال اللي بيسمعوا، افضل اكتب فيها على طول. رابع حاجة خلي كراسة جنبك وانت بتحفظ الكلمات، علشان لو قابلتك كلمة صعبة، كلمة مش عارف تحفظها كويس، تكتبها في الكراسة دي، بحيث لو جينا اخر السنة او جيت عندك امتحان شامل او اي حاجة من الحاجات دي ترجع للكراسة للكلمات الصعبة اللي مكنتش عارف تحفظها علشان تتذكرها بسرعة. خامس حاجة لو قابلتك كلمة صعبة خالص وعايز تفتكرها او كلمة مش عارف تحفظها كويس او اي حاجة من الحاجات دي، ممكن تجيب ستيك نوت وتحطه على الحيطة، على السرير، على اكتر مكان انت بتبص فيه في حياتك. خليها كده عشان كل وانت رايح وجاي تقرأ الكلمة، حرفيا دي بتثبت المعلومة جدا. اخر حاجة هقولها لك بخصوص الكلمات وهي المراجعة، لازم تراجع على طول على الكلمات، كل اسبوع تراجع على الكلمات بتاعة الاسبوع كله، كل شهر لازم تراجع على الكلمات بتاعة الشهر كله، كل ما يعدي فترة لازم تراجع على الكلمات، ده بيثبت الكلمات جدا وبيخليك ما تنساهاش. وبكده نكون خلصنا جزء الكلمات. ندخل بقى على تاني جزء وهو جزء الجرامر عامل مشكلة بسبب ان هو لا بيتحفظ ولا بيتفهم. مش قصدي ان هو مش بتحفظ وبتفهم، يعني هو ده تعبير مجازي كده، اللي هو احنا لا عارفين نحفظه ولا عارفين نفهمه ولا عارفين نعمل فيه حاجه. طبعا الجرامر كان بالنسبه لي اصلا سهل في ثانويه عامه عشان انا ما كنتش بذاكره من الكتب الخارجيه، لان حرفيا الكتب الخارجيه زي مثلا معاصر، جيم، انسنج من هذا القبيل، فهي مكتره جدا على الجرامر ومخليك ان انت بتحفظ طلاسم، بتذاكر طلاسم حرفيا. فانا كنت بذاكره من كتاب المدرسه. كتاب المدرسه في الجرامر كافي ووافي جدا، وحرفيا الامتحان مش هيجيلك بره جرامر كتاب المدرسه. وبالنسبه لي كتاب المدرسه كان كافي ووافي جدا في الجرامر. لما شفت امتحانات السنين اللي فاتت حرفيا كانت كلها من كتاب المدرسه، فذاكرت من كتاب المدرسه كل الجرامر بس. فحد دلوقتي هيقول لي لا الامتحانات معتمده على الاوبن بوك والفهم والقاعده بجميع حذافيرها والكلام ده كله، فحب اقول لك ان انا راجعت كل الامتحانات حرفيا كانت من كتاب المدرسه، والامتحان بتاعنا جاب جرامر من كتاب المدرسه. وبكده نكون خلصنا جزء الجرامر. ندخل بقى على جزء القصه. حرفيا القصه لما قبل الامتحان باسبوعين بشهر بالكتير في الحدود دي كنت راكناها من الاخر. المهم انا كنت بعمل ايه في القصه طول السنه، في كلمات كده قبل كل شابتر دي اللي كنت بحفظها، كل مثلا اسبوع كده اخد كلمات شابتر احفظها وخلاص، انما ان انا اقرا القصه او افهم اي حاجه من الحاجات دي كنتش بقراها ولا بفهمها. دلوقتي بقى انا مش عايزاكم تعملوا زي في القصه وتسيبوها لاخر اسبوعين قبل الامتحان او اخر شهر. حرفيا جايبه لكم مستر هيلم لكم القصه، هيلم لكم الانجليش ان شاء الله معاه، هتجيبوا 50 من 50 في الامتحان، ويرجع الفضل لربنا ثم ليه في ان انا انقص درجه واحده بس في الانجليش. مستر حسن النجار حرفيا شرحه كويس وكافي ووافي جدا جدا في الانجليش، سواء في القصه، سواء في الكلمات، سواء في الجرامر، سواء في اي حاجه. انا كنت مشتركه معاه من اول السنه اونلاين، وحرفيا كنت شاريه الكتب بتاعته برده اونلاين. جماعه ايه الشرح ده، والله ما بيسيبش فتفوته في المنهج غير لما بيشرحها وبيفهمها لك تفصيله. اصلا ما تقولوش ان ده اعلان او ان انا بعمله دعايه، هو ما يعرفش ان انا عايش في الكوكب اصلا. فبجد انصحكم وبشده، وانصح الاجيال القادمه انهم يتابعوا مستر حسن النجار في الانجليش، وان شاء الله هتقفلوا.
دلوقتي عشان تحل القطعه وتقفل سؤال القطعه في الامتحان لازم تحل القطعه كل يوم. زي مثلا لما بتصحى الصبح كل يوم تشرب فنجان قهوه، لازم كل يوم تحل قطعه. خصص ربع ساعه تلت ساعه اول ما تصحى او قبل ما تنام للقطعه دي. طب هو انا هجيب دلوقتي كل يوم قطعه منين لحد اخر السنه؟ في ابلكيشن اسمه ريدنج كومبريشن تيست، حرفيا هحط لكم صورته هنا. برنامج كويس جدا وفيه قطع كتير قوي قوي قوي، وكده تقدر تحل قطعه كل يوم انجلش من عليه. في الاول هتلاقي القطع سهله وهتعرف تحلها، ممكن تغلط غلطه او حاجه في الحدود دي، وبعدين القطع هتبدا تكبر معاك وتصعب زياده وتحس انك بتغلط كتير. بس ده الموضوع ده عادي جدا لان انت مش عارف كل الكلمات اللي في القطعه. بس على نهايه السنه كده ان شاء الله تحس انك بتحل كل القطع صح، وبكده ان شاء الله تحل في امتحان اخر السنه القطعتين صح. ودلوقتي هقول لكم ازاي نقصت درجه واحده في الانجليش مع ان كان المفروض ما اغلطهاش اصلا، عشان ما تغلطوش الغلطه بتاعتي دي. اول حاجه احنا في نهايه لجنه ثانويه عامه بتاعه الانجليش، وحرفيا المراقب بيلم الورق، ولما من صاحبتي، فصاحبتي تقول لي مريم انت عامله السؤال ده تيك ولا ميك؟ هي كانت ورقتها اتاخدت اصلا، فبقول لها عامله ميك، قالت لي بجد عامله ميك؟ قلت لها، قالت لي غلط اعمليها تيك. فبعدين بقول لها لا ميك، قامت واحده صاحبتي تانية قالت لي لا يا مريم تيك، غيرها بسرعه قبل ما المراقب يجي ياخد ورقتك. قمت بكل سذاجه الكوكب ماسكه القلم ومشخبطه على ميك وعاملاها تيك، والسؤال ده كان اجابته غلط اصلا، هي كانت اجابتي صح. لحد الان اصلا بندم ان انا غيرت الاجابه، بس ده يعلمنا ايه؟ ان احنا ما نغيرش اجابتنا في اللجنه مهما حصل. اي اجابه نكتبها في الورقه ما نغيرهاش، حتى لو صاحبتك المقربه هي اللي قالت لك. اوعي تسمعوا كلام حد، طالما انتوا واثقين من اجاباتكم ما تغيروهاش. حاسه انا عايزه اعيط كل ما افتكر. ودلوقتي لو عايزين نكمل في سلسله ازاي تذاكروا كل ماده بالتفصيل اكتبوا لي في الكومنتس وانا اعملها لكم. ولو عندكم اي استفسار بخصوص اي حاجه في ثانويه عامه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وبرده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتقولوا لاصحابكم على القناه علشان تكبر كده.